يسعد صباحكم مشاهدينا ومستمعينا مجددا، ونستكمل وإياكم هذا المشوار مع المحطة الأخيرة من مشوارنا الصباحي جمعة خير للحديث عن حملة كوني أنت لتسليط الضوء على العنف النفسي الذي يمارس تجاه النساء الفلسطينيات في المجتمع الفلسطيني. طبعا هذه الحملة تحت رعاية ومظلة جمعية تنمية المرأة الريفية الفلسطينية. كل التفاصيل للحديث عن حملة كوني أنت رح نحكي بحيثياتها مع ضيفي اللي منورني اليوم في استوديو فضائية عودة، محمد سمور، أحد القائمين ومؤسسي هذه الحملة. صباح الخير. صباح الورد. كيف حالك؟ شو الأخبار؟ تمام الحمد لله. إن شاء الله تكون بألف خير. يعني هاي اليوم البرنامج عندي برعاية الشباب وإبداعاتهم المختلفة والمتنوعة. قديش فعلا هذا الإشي حلو. يعني احكي لنا أول إشي عن حالك محمد، طالب وين؟ بأي جامعة؟ كمان أنت ناشط من قبل هاي الحملة. أول شيء صباح الخير لكافة السادة المشاهدين لقناة عودة. أنا اسمي محمد سمور، طالب إعلام بجامعة بيرزيت سنة رابعة على أبواب التخرج. شاركت بالحملة هاي اللي هي حملة كوني أنت، طبعا يعني بالتعاون مع أو كيف بدي أحكي لك، مع جمعية تنمية المرأة الريفية. كان هذا الشيء اعتمادا على حملات سابقة أنا كنت يعني أدخل فيها، مثل حملات بتمويل من الصندوق الكندي مع وطن، ومع مثلا تقدر تحكي مع منتدى شركة الشبابية اللي هو الأساس الأول لانطلاقنا ويعني اندماجنا في هاي الأمور. فبحكي لك اتفقنا على أنه ندخل على جمعية تنمية المرأة الريفية. جميل. يعني كان من ضمن مشروع من قبل وتحت مظلة جمعية تنمية المرأة الريفية، وكان لازم تعملوا زي حملات معينة بالزبط. فتم التقسيم، حملة لخطاب الكراهية وحملة ضد العنف النفسي الذي يمارس ضد النساء. ليش العنف النفسي تحديدا؟ طبعا هسا العنف النفسي انت بتقدر تحكي انك في مجتمع فلسطيني. هسا المجتمع الفلسطيني مجتمع محتل. شو يعني؟ يعني في كثير يعني مظاهر عنف بيتعرض لها الشعب الفلسطيني. بنقدر نحكي عنف جنسي، عنف نفسي، عنف اعتداء، مثلا عنف ضرب، يعني سياسي، عنف سياسي برضه. نعم. اللي هو يعني خطاب الكراهية زي ما حكيت، بتمثل كيف بالعنف السياسي تحرض من قبل جهة معينة على جهة أخرى بسبب إنه في تنافس بين جهة وجهة، في يعني بكون التنافس هذا بالنسبة لعدة بنود، فبصير التنافس بينهم يعني بيؤدي الإشي للعنف. في كمان عندك بتقدر تحكي العنف الجنسي اللي هو بتمثل اعتداء الرجال، وليس الرجال فقط طبعا. تقدر تحكي انه اعتداء الرجال على النساء او اعتداء النساء على الرجال. نعم. هذا العنف الجنسي بتمثل للاسف بقيام باعمال غير لائقه، باعمال تؤدي الى اضرار جنسيه بالجسم الانساني. بالتاكيد.